والمميز، وذكر بأن عند لاعبين عندهم جودة فردية لكرة اللعب للهلال في منطقة الجزاء، إلى محاولة وتسديدة والكرة في الشباك. هدف أول في صالح الهلال، هدف أول للهلال. الهلال يسجل في أول مباراة، كايو سيزر يسجل إلى جانب الهلال. هدف الأول لكايو سيزر مع الهلال في غياب شمسي متروفيتش. هنا يشرق قمر كايو سيزر إلى جانب الهلال. الطريق إلى الصدارة يبقى مضيعا للهلاليين. شوف الكرة الملعوبة إلى منطقة الجزاء والتسديدة من متعب الحربي. وصلت الكرة باتجاه كايو سيزر. متعب الحربي لعب كرة على الطرف إلى كايو سيزر اللي سجل الهلال هدف الأول في المباراة. 1-0 في صالح الهلال في المباراة. كايو سيزر يسجل في أول هدف في أول مباراة مع الهلال. رسالة قوية من اللحظة الأولى. شوط المباراة الأول الذي تبقت عليه أقل من 3 دقائق، والكرة عند سافيتش ومالكوم الثنائي عند تنفيذ الكرة الثابتة، وركلة حرة مباشرة للهلال. الله! سافيتش يسجل الهدف الثاني للهلال. الهلال يفعل ما يجيد فعله دائما في اللحظة اللي يتوقع الجميع بأن سحر الهلال وإمتاعه قد خفت. يعود الموج الأزرق ليرتفع ويلتهم كل شيء في طريقه ويغرق الخصوم في محيطه بالمملكة أرينا. هنا سافيتش أرسل كرة في الشباك. ثاني أهداف الهلال. الهلال يسجل ثاني أهدافه بواسطة سافيتش. سافيتش الذي يرسل تحيته لجماهير الهلال، لكن الكرة وصلت على الجهة اليمنى إلى محاولة باتجاه مالكوم استعاد الكرة مرة أخرى، تمريرة ومحاولة الرأسية. الله! هدف هلالي ثالث. الثلاثية اللي تعود تسجيلها الهلال على الأخدود في 3 مباريات سابقة بين الفريقين كلها جاءت في شوط المباراة الأول. الهلال يسجل ثالث أهدافه، يسجل غضب، والهلال يسجل غضب قبل أن يسجل ليوناردو هدف. الأخدود يدفع ثمن دخوله النزال من أمام الهلال الغاضب، ويذهب ضحية العاصفة الزرقاء هنا في كينغدوم أرينا، وينجح ليوناردو في تسجيل الهدف رقم 11 بالنسبة له في الدوري، والهدف الثالث للهلال. ليوناردو يواصل تألقه في ظل غياب متروفيتش اللي سبق وأن لعب إلى جانب العدالة وإلى جانب الفتح، وقبل أن يصل للخلود ترك مكانه دييغو محمد نايف. البدلاء الكرة اللعب وتسديدة والكرة في الشباك. هدف رابع ليوناردو، أصبح يتشارك مع متروفيتش لقب هداف الهلال ويسجل هدف رقم 12. الهلال يفتح القسم الثاني بالصدارة كما أنهى القسم الأول بالصدارة. الهلال لأنه من رسم حدود القمم يعرف كيف يستوطن القمم ويتربع على القمم. الآن يسجل الهدف الرابع عبر ليوناردو. شوف الكرة اللي وصلت إلى ليوناردو. ليوناردو يعرف كيف يتمركز ويعرف كيف يأتي بالأهداف